السلام عليكم ومرحبا بكم شيوات حكيمه. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى تلقاكم في احسن الاحوال. غادي نشارك معكم الشهده اولا خليه نحل اللي كتجي رائعه اقتصاديه، والاهم انها دغيا تحضريها لضيافك ولا لقوت لوليداتك، راه كتجي ناجحه من اول تجربه. كما كتلاحظوا معايا راه كتجي خفيفه ومقطنه. اللي كيشوف قناتي لاول مره انضم لها بالضغط على زر احمر صابون وكذلك يفعل الجرس. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات، في واحد البول كنديروا كاس ديال الحليب اللي ضروري يكون دافي، كاس الا ربع من الماء اللي حتى هو خصو يكون دافي، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، ساشي ديال الفاني، ونصف كاس ديال السكر الخشن او السكر سنيده. كنخلطوا المكونات مزيان باش كتذوب لينا ديك الخميره، وغادي نضيفوا نصف كاس من زيت نباتي وبيضه وبياض بيضه، وكنخليو واحد الصفار للتزيين. كنخلطوا المكونات مزيان وغادي نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق انا درت هنايا الفرص الحرش، ممكن ديروا رطب، والكميه درت هنايا 650 غرام ديال الدقيق الفرص الحرش. ممكن ديروا كما قلت لكم البيض، وممكن ديروه 650 اولا ديروا حتى 700 غرام على حسب النوعيه ديال الدقيق. كنضيفوا معلقه صغيره ديال الملحه وساشي من البيكين باودر اولا خميره الحلويات. نجمعوا العجينه ديالنا، كتكون خفيفه بالشكل الموضح في الفيديو، كتلصق في اليدين. واخر حاجه غادي نضيفوها هي واحد المعلقه ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. ندخلوا الزبده مزيان هكا في العجينه ديالنا، وندهنوا العجينه ديالنا بزيت نباتي صافي، وغادي نغطيوها ونخليوها تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. بعد ما كتخمر لينا العجينه ديالنا كنفرغوها من الهواء اللي تكون مع الخميره، وغادي ندهنوا يدينا بزيت نباتي ونشكلوا منها كريات اللي ضروري يكونوا متساويين. كنحطوهم فوق سطح العمل بعد ما كنغبروه بالقليل من الدقيق، وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى كنشكلوا العجينه ديالنا كامله كريات اللي كيكون الحجم ديالهم متساوي. مباشره كنجيبوا المول اللي دهنته بالزبده فهكا في الجوانب ديالو، غبرته بالدقيق، فرش ليه ورق الزبده، وكنحطوا الكريات ديالنا كل كريه نحطوها جنب اختها كما كتلاحظوا معايا بالشكل الموضح في الفيديو. صافي حتى كنكملوا جميع الكريات اللي عندنا. نغطيوهم ضروري السر باش يجيكم هكا البريوش ديالكم ناجح، ياخذ وقته هكا في التخمير. ضروري نخليوه حتى كيخمر مزيان وكيتضاعف الحجم ديالو، وكيبانوا لينا هكا دوك الكريات راه ملاصقين مع بعضياتهم. كناخذوا داك الصفار البيضاء اللي خلينا من الاول، كنزيدوا عليه قطرات من الخل، وكندهنوا به الوجه ديال البريوش ديالنا ولا الشهده ديالنا، وكنزينوها بالزنجلان. صافي مباشره الى الفرن اللي كطيب هكا على نار 200 درجه اولا الحراره 200 درجه حتى كطيب وكتحمر. مباشره كندهنوها بالعسل، كيبقى اختياري. نخليوها حتى كتبرد وكنقدموها بالصحه والراحه.